كيف أعرف أفضل ريشة للعزف؟ تابع الفيديو الأخير حتى تعرف. طبعا يا أصدقائي، حتى تحدد أفضل ريشة للعزف لازم تعرف شنو أسلوبك، شنو الطريقة اللي تعزف بيها، وشنو اللي أنت تحبه، لأن الريش أنواع والأذواق أيضا أنواع. بهذا الفيديو راح أوضح لك شنو الريش وشنو الاختلافات بينهم من منظوري الشخصي. نجي للريشة الأولى اللي تسمى الريشة الإسطنبولية. هذه الريشة بمنظوري هي جميلة جدا على أوتار الجوابات، لكن بالفرداش تصير مزعجة ويظهر صوت ريشة. نجي الآن لريشة السيليكون. ريشة السيليكون أكو نوعين، أكو النوع الخفيف ابتعد عنها، وأكو النوع اللي تجي بها متانة شوي، هذه أنا أحبها صراحة. هذه الريشة ما تطلع أي صوت بالفرداش، وأيضا صوتها جميل ودافي وبيها الروح الشرقية. يعني لو أنت تحب العزف الشرقي استخدم ريشة سيليكون حجمها شوية قوي. نجي للنوع الثالث من الريش. هذا الريشة مصنوعة من المربط، صنع يدوي. الريشة هذه صراحة أفضلها على بقية أنواع الريش لعدة أسباب. السبب الأول إنه ما يطلع صوت احتكاك مع الأوتار مثل الريشة الإسطنبولية، وأيضا السبب الثاني إنه الريشة ما تتآكل مثل ريشة السيليكون، لهذا أفضلها على بقية أنواع الريش. وأيضا يكون بها طرفين، طرف للاستخدام الشرقي وطرف أيضا للاستخدام التقني. وهذا الريشة راح تتوفر قريبا إن شاء الله على البيج. إذا تحب تحصل وحدة مثلها بالضبط احجز من الآن عبر الخاص. طبعا الريش إلى عدة أنواع، واليوم تطرقنا لثلاث أنواع فقط. إذا تحب محتوى تعليمي مثل هذا خليلي لايك، سوي لي فولو، واكتب لي تعليق وقل لي شنو أفضل ريشة بالنسبة إلك.